Dat het mogelijk is. Dat je gewoon een Koran, wat een fascistisch boek is, dat je zegt ik scheur dat gewoon aan flarden. Want de Koran heeft hier in Nederland gewoon helemaal niks te zoeken. أيها الأحبة في الله، إن حرق المصحف الشريف في السويد وكثير من دول العالم من قارة أوروبا لدليل قاطع على حقد هؤلاء على الإسلام، على حقد هؤلاء على الإسلام والمسلمين. فوالله إن هذا من التخلف ومن الرجعية، من الأشياء التي تولد البغض عند كثير من الشعوب. فآن الأوان أن يتحد العالم الإسلامي بأسره، حكاما ومحكومين، أن يوحدوا الصف من جديد، أن يوحدوا الصف للدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وللدفاع عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لن تكون المرة الأخيرة من هؤلاء الذين يقدمون على احتراق وحرق كتاب الله تبارك وتعالى. أما أنت أيها المسلم، أما أنت أيتها المسلمة، أقول لكم جميعا آن الأوان أن نرجع إلى ربنا، أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله مهما حرقوا من الكتب ومهما حرقوا من المصاحف فلا زال كتاب الله تبارك وتعالى في صدورنا. علموا أولادكم كتاب الله تبارك وتعالى، علموا أولادكم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وعلموا أولادكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. آن الأوان أن نربي أخلاقنا وأن نربي أولادنا على لا إله إلا الله، أن نربي أولادنا على تلك الأخلاق الحميدة. نعم، إنها أخلاق عظيمة ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. آن الأوان أن نجعل القرآن العظيم هذا هو ربيع القلوب، أن نجعل هذا القرآن مبدأ حياة، أن نجعل هذا القرآن دستور لحياتنا في كل وقت وحين. آن الأوان أن نرجع لكتاب ربنا تبارك وتعالى. فوالله مهما فعلوا هذا كتابنا وهذا قرآننا وهذا دستورنا لن نتخلى عنه، فمهما أحرقوا منه من نسخ فهو في قلوبنا ولن ينزعه منا أحد ما دامت الحياة. نعم أيها الأحبة، فلنجعل هذا القرآن منهج حياة في بيوتنا، منهج حياة في طرقاتنا، منهج حياة في أعمالنا، منهج حياة في حياتنا، لنعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى من جديد. فوالله إن هذا أكبر الأشياء وأعظم الأشياء التي تغيظ هؤلاء، أن تعود الأمة إلى سابق عهدها، أن تعود الأمة إلى مجدها، أن تعود الأمة مرة ثانية إلى كتاب ربها وسنة نبيها. كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. نعم، قال ربنا تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أين القلوب التي تعي كلام ربها؟ أين هي القلوب والصدور التي تفهم معاني القرآن؟ فهو والله سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، إنه دستور هذه الأمة. فلنعود مرة ثانية إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن، ويحب أن يقرأ القرآن، ويحب أن يستمع إلى آيات الله تبارك وتعالى من الصحابة. فلنعد مرة ثانية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فوالله فيه السعادة وفيه الشفاء وفيه الدواء. نعم، فيه الدواء. فإذا كنت تعاني الهموم، إذا كنت تعاني الأوجاع، إذا كنت تعاني الفقر، إذا كنت تعاني الديون، فأقدم على الله تبارك وتعالى وعليك بكتاب ربك وسنة نبيك، فهما طوق النجاة في هذه الحياة، فبهما ستسعد في الدنيا، بهما ستسعد في الدنيا والآخرة. إي والله، فهو شفاعة لك حينما تقدم على الله تبارك وتعالى. فلترجع هذه الأمة مرة ثانية إلى كتاب ربها. فوالله ما تكلم هؤلاء الأوغاد إلا بعد أن ضعفت الأمة وبعد أن بعدت الأمة عن شرع ربها وكتاب نبيها ودستور هذه الأمة، إلا بعد أن بعدت هذه الأمة عن دستور هذه الأمة القرآن
القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لنرجع مرة ثانية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا فيهم آية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.